الوصفة تاع اليوم هي شطيط لسان بقري. على بالكم ما كنتش نستنى في هذه النتيجة، جا بنا ولا اروع، جا طايب زبدة. شوفوا تجيبوا اللسان تاع البقري، ديروه تغسلوه مليح بالخل والملح، ومن بعد ديروه في لاكوكوت، ديروا ورق عرند، زوج فصوص تاع الثوم، حبة بصلة قطعوها مربعات، توابل، درت الملح، الفلفل الكحل، شوية كمون. غطيته بالماء ومن بعد ديته يغلي لمدة 45 دقيقة، يعني تقريبا راح يطيب طياب كامل. بعد 45 دقيقة هنا فتحت عليه، لقيتو طاب يعني. جيت قشروه وهو سخون، ما تخليوهش يبرد، راح تلصق هذيك القشرة. دوكا بعد ما نكمل نقشرو كامل، هذه المرحلة على بالي راح تعجبكم. ومن بعد نفوت نقطعوه بالحجم اللي راكم حابين، تحبوا ديروهم دي مورسو كبار ولا صغار. انا درتهم متوسطين، ماهم كبار بزاف ماهم صغار بزاف، بهذا الشكل. ونروح نحضر الدرسة. درت الثوم، درت كمية مليحة، مغرفة فلفل احمر، الملح، وزدت الكمون تقريبا نص مغرفة، وزدت شويه تاع الفلفل الكحل، وزدت شويه برك تاع الكزبر. شوفوا انا ما درتش هذاك الفلفل الدريس اللي عندهم يديروه، لانه الفلفل الاحمر اللي درته بزاف حار. رحيت هذيك الدرسه مليح، زدت لها قطرمه باش تترحالي ثمثم، وفي لاكوكوت درت شويه زيت ونهبط هذيك الدرسه. هنايا قليوها على نار تكون قليله باش ما تحرق لكمش، كنت قويله راح يتحرقوا دوك لي زيبيس ويجيكم مر تولهوا. زدت مغرفه صغيره طماطم مصبره، زدت قليتها شوي باش نتخلصوا من الحموضه تاع الطماطم. درت حبه طماطم مرحيه، زدت قليتهم شويه، ومن بعد نعاود نجيب هذاك اللسان نهبطو يزيد يتقلى بهذا الشكل. هنايا ديجا راهم يشهيو. بعد ما تقلى لي شويه هذاك اللسان، جبت الحمص اللي يكون ديجا مشمخ ليله من قبل. بعد ما تقلاو لي نجي نمرق. انا مرقت بنفس الماء اللي طاب فيه اللسان، اللي ما يشتيوهش ولا صفيوها، ما ديروش كي من هكذا، صفيو الماء هذاك. اللي ما يشتيوش الماء هذاك يمرقوا بالماء عادي، تمرقوا بالماء من روبيني ولا كيما موالفين عادي. وغلقت عليها لمده نص ساعه. نص ساعة راح يطيب الحمص، يجي طايب. اللسان هذاك راه يذوب في الفم. انا يعني كنت متوقعته يجي يتغصغص ولا ما يطيبش، ما فهمتش كيف كنت متوقعته، بصح النتيجة عجبتني بزاف. جاي يشبه في البكبوكة، بصح اللحم هذاك تاع اللسان جا طايب وبنين بنين عسل. شوفوا جربوا هذا الوصفة، على بالي رايحة تعجبكم. وما تنسوش اذا جربتوا اي وصفة من وصفاتي تخليوا لي رايكم في التعليقات، وبسلامة الى فيديو قادم.